السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه في قناة التوينز آية وأميرة؟ انا بعتذر لكم والله عن الفيديو ده. انا اصلا كنت هعمله لايف، وبعدين النت عندي فصل، فما ينفعش للاسف، والفطار برد، فاللي هو خليته فيديو بقى. المهم انا هفطر ايه؟ هفطر سندوتش شيبسي، تمام. عيش شامي وفول، فول عليه سلطة، ده عيش بلدي، وهي بس قطعة طعمية واحدة بقى مع مخلل ونص خياراية وجبنة. الجبنة دي حلوة قوي 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 بجد، الجبنة دي تحفة. صح، نسيت افتح العلبة. طب جايبة ايه تاني؟ انا جايبة الحاجات دي الباقية دي مش هاكلها، يعني مش هاكلها دلوقتي في الفطار، الحاجات دي اللي بعد كده. بصوا، ماما جايبه لي فطير عادي، مش عايزاه مشلتت، عندي مشلتت. ودي، لا ثواني هفتح اوريهم. بصوا، دي فطيره عاديه من الفرن، هي جايبه لي اتنين، تمام. وجايبه لي القرصه البيضه دي، بس ساعات الناس بتحمرها قوي، انا بحب قوي القرص دي بالليل كده لما جوع اكلهم. وجايبه لي الباتيهايه الجميله دي، الباتيهه بالجبنه حلوه قوي يا جماعه. ماشي. وجايبه لي من الفطير اتنين. جايبه لي ايه بقى كمان؟ عشان انا بقى زهقانه وكده، جايبه لي بوزو، جايبه لي شيبسي، وجايبه لي انا وايه الصراحه اللب ده مش ليا كله. جايبه لي لب سوبر، انا مش عارفه هو كده باين، ووقع بقيته في البتاعه. جايبه لي سوداني، قعدت ازقز فيه شويه. كنت جعانه الصراحه مش قادره. وده لب ابيض. فدول الايه، سناكس تسالي، ان احنا هنا ميه عادي جدا. ماشي. وانا عارفه ان الفطار مش واضح لكم، معلش والله. انا لسه في البدايه، فما اشتريتش ترايبود، او بصراحه الترايبود اللي عندي باظ، فعشان كده فانا فانا بعتذر لكم والله. انا مش عارفه حتى اجيب البتاعه. طب اجيبك ازاي؟ كانكس. خلاص اهو، صح، كيس جنبي اهو. انا بدور على كيس احط فيه الكيس اللي هو المزيت قوي ده كده. اهم حاجه الراجل بتاع اللي هو الفول والفلافل ده بيسالك انت عايزه مخلل ولا عايزه بتنجان. قلت له لا، المره دي انا عايزه ايه؟ مخلل. تعالوا بقى نفطر. بس انا هحاول ان انا اغطي الاكل ده، عشان عقبال ما اكل حاسه ان هو هيكون نشف من المروحه. ازاي هيكون نشف من المروحه؟ مش عارفه انا هغطيه ازاي الصراحه يعني. بس تمام، يا ريت كنت جبت سكينه، عشان انا زي ما قلت لكم ان انا باكل قليل قوي، انا ما باكلش كميات كبيره خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا معايا. الاكل حلو قوي والله العظيم، ما شاء الله، حلو قوي. خايف عليه ينشف. ليه بصور من الاوضه؟ لاني قاعده في الريسبشن، طالعه لايف. مامتي بتعمل حاجات بره، فده اوضتي يعتبر اروق واهدى مكان. فمعلش بقى ان انا ايه، طالعه بخلفيه الدولاب. طعمها تحفه. في ناس بتحط الطعميه على الفول وتقوم واكلها كسندوتش. أنا عن نفسي بحب اعصر المخلل، عشان المخلل بتاعنا هنا
يعني بيبقى حادق حدقان، مش ما في ناس عندها في المناطق بتاعتهم ناس بتعمل المخلل حلو قوي. للاسف احنا منطقتنا محدش بيعمل، هما بيجيلهم من بره، فمش احسن حاجه للاسف. انا الصراحه في الاكل بحب قعده الارض اكتر، وساعات ببقى حابه قعده السفره. احنا عندنا بره بس زي ما حكيت لكم الظروف، وساعات بصراحه انا يعني ساعات ببقى عايزه اقعد قعده الترابيزات، لكن الغالبيه بحب الصراحه قعده الطبليه زي ما انتوا بتقولوا، او الصينيه. بس دي ترابيزه، دي ترابيزه اصلا، بس ترابيزه ارضيه. دي احنا عمرنا ما كان عندنا طبليه للاسف. انا من نوعيه الناس اللي بحب اكل بالراحه، بس عشان انا قدام كاميرا فانا حاسه بتوتر رهيب. بصوا ده السندوتش بيبقى فيه هنا، دي اللي هي الفراغ او بواقي السندوتش. هو لو ملعن كده السندوتش ممكن يبوش او متعرفش تاكليه، عشان كده هما مش بيعملوه على الاخر. نقوم نعمل بيهم ايه؟ نقوم ناكل بيهم الجبنه، تبقى تحفه. الجبنه دي رهيبه، كأني فيها فلفل كده، حدقانه بحدقان الفلفل، يعني حدقه وفيها تيست او طعم الفلفل، فطعمها تحفه. مش عارفه هما جايباها من السوق ولا جايباها من السوبر ماركت ولا جايباها من المنافذ اللي هي بتاعت عربيات الجيش، مش عارفه. لانها كانت في مشوار بره المنطقه، جايباها في الدقي، تقريبا راحت الدقي واشترت حاجات وكده. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا تفطروا ايه؟ تحبوا تفطروا زي كده وبتاكلوا بسيط، ولا ما شاء الله الله اكبر عليكم اكيله وبتاكلوا كتير؟ انا عندي البت ايه بتاكل كميات غيري. والله الاكل طعمه حلو. احلى حاجه عندي سندوتشات الشيبسي، اوعى. على فكره مش عشان قدامكم والله، هي دي طريقه اكلي وكده كده. آه الحمد لله الواحد اتربى على اداب الطعام، وللاسف مش كل الاجيال الحاليه اتربت على اداب الطعام ده للاسف. يعني كانت في موديل كده مشهوره بدون ما نذكر اسمها، يعني عشان ما نسبب لهاش اي نوع من انواع الايذاء النفسي حتى لو كانت هفوه. كانت طالعه بتاكل قدام الكاميرا بطريقه معينه، فجي ولد راح كتب في الكومنت: والله العظيم يا جماعه ده انا شفت الموديل دي بره في مكان، كانت بتاكل الحماميه، كانت بتاكلها بطريقه وحشيه. فاللي هو يعني حاجه مش حلوه.
وفي نفس الوقت برضو الولد ده عنده تتبع عورات، بيتابع الاخرين. ده اكتر حاجة وحشة في الناس بتتتبع عورات غيرها، الا من رحم ربي. او بصراحة في يوتيوبر هنا انا بحبهم، بس هما بياكلوا بطريقة فيها استياء، فما بحبش اتفرج عليهم بسبب الموضوع ده. بابا الله يرحمه كان اب ما يتعوضش. علمنا حاجات والله العظيم كنز، بمعنى كلمة كنز. نشيل ده بقى عشان المروحة ما ينشفش. نفسي الفترة دي رايحة قوي ان انا امسك قرص الطعمية اقوم حطها على الفول. انتوا تعرفوا ان انا اكتر حاجة بكرهها ان انا اتكلم وانا باكل، حاسة ان قلبي بيتعبني قوي، بطني. بس دلوقتي بطني مش وجعاني، هو قلبي بس. انا الحمد لله غيرت نظام حياتي خالص في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة. عقبالكم ناس كتيرة قوي تقدر تبقى رفيعة والله العظيم، بس انتوا كلوا آه احتياجكم، ما تاكلوش اكتر من احتياجكم. المشكلة ان انتوا كلكم اتعودتوا ان انتوا لازم تاكلوا اكتر من احتياجكم، عشان كده انتوا بتتخنوا. ربي ما يجيش حد يقول انت بتأفوري في طريقة الاكل، لان انا والله العظيم دي طريقة اكلي. الفلفل ده الجميل ده غسلته ورحت شربته من البتاع اللي من فوق دي اللي هو تحفة. انا بعشق الفلفل المخلل، بس حادق قوي قوي. الدول بيأذن. الله اكبر، الله اعظم شهور. طبعا اتوقف وهجيلكوا لغايه بعد الاذان. خلاص الاذان خلص، تمام. عايزه والله العظيم انا خايفه اقول لكم ان انا شبعت تقولوا لي انت بتهزري. والله العظيم مش عارفه انا ازاي هكمل معاكم الاكل ده. على فكره كده انا باكل وانا شبعت، والله العظيم مش عامله عمليه، عشان ما حدش يقول لي ايه ده تلاقي عامله عمليه. والله العظيم ما عامله عمليه. انتوا عارفين انا ما بدورش على المثاليه والله، بس انا بدور بس على السلوكيات المتزنه نفسيا، على الاداب العامه، مش اكتر. اكتر حاجه بعشقها مع الاكل الخضروات، الفجل، الجرجير،
الخيار، الطماطم، البصل. يا سلام على البصل وحلاوته، سواء الاخضر او الاحمر او الابيض. يا لهوي، تحفه تحفه يا بنات. انا سبحان الله في الاول ما كنتش اعرف اكل اي حاجه بصبعين الاتنين، يا اما كنت استخدم 3 صوابع، انما دلوقتي بقيت اعرف استخدم صباعين الاتنين. بس طبعا في ايدي الشمال ما بقدرش اتحكم، لازم امسك ب3 صوابع، ده لازم. طب انا يعني انا مبسوطه لازم اقول لكم ان انا خلاص كلت، والله العظيم. ولو لقيت النت اشتغل ان انا وانا بشرب الشاي هاجي معاكم لايف. ف والله العظيم بجد انا خلاص كده اكلت الحمد لله. سامحوني سامحوني بالله عليكم، لان والله العظيم دي اكلتي، بس باجي بعد كده بجوع. ومش هكدب عليكم، ساعات بصراحه، هو مش ساعات، هي الفتره دي بقت بتحصل لي بغباء، يحصل لي هبوط حاد الساعه 3 مثلا الفجر، اقوم بالليل مش قادره، عايزه اي حاجه اكلها. عشان كده ماما جابت لي الحاجات دي، عشان كده ماما جابت لي الحاجات دي بسبب الهبوط المفاجئ اللي بيحصل لي. ف اتمنى تسامحوني، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم، اول ما ايه ظروفها تتحسن ان شاء الله تطلع معايا. وانا بعتذر لو طولت عليكم، اشوفكم على خير ومع السلامه. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيعلي الفيديو، فبيخليه يوصل للاخرين. وكومنت حلو، وكومنت حلو واشتراك جميل. مش عايز تشترك؟ طب لايك حلو وكومنت حلو، مش عايزه منك اكتر من كده. اشوفكم على خير ومع السلامه، باي باي.